المنتج وائل عبد الله كان بتربطك بيه علاقه عاطفيه، مش عيب. ليه انفصلتوا بعد كده؟ ليه ما كملتوش؟ ممكن ما نتكلمش في الموضوع ده ليه كده. بس هو الموضوع كان معروف على فكره. ايوه انا عارفه. وكان اعلاميا معروف، والصحافه كانت عارفه، والناس كانت عارفه، والعلاقه كانت يعني الناس عارفاها. كنتوا هتتجوزوا فعلا. ايوه. طيب ليه انفصلتوا؟ ما عشان كده مش عايزه اتكلم في الموضوع ده. بس هو كان بيحب. وانا كنت بحبه جدا جدا كمان. عندك الجراءه تقولي ان هو ده كان حب حياتك اللي احنا كنا بنتكلم عنه في بدايه الحلقه؟ هو فعلا حب حياتي. هنكر ليه يعني؟ دي حقيقة. انا عجباني صراحتك قوي على فكره. انا عجباني صراحتك قوي. بصي انا مش عيب على فكره، ما بنكرش مش عيب. حاجه انا عشتها وكانت من قلبي. ممكن اكون انا زي ما قلت لك في الاول، ممكن اكون سرعت ان انا انفصلت، ولكن انا بكن له بكل الحب والاحترام ليه مكانته عندي طبعا لحد دلوقتي طبعا. عشره في بينا حاجات كتير جدا جدا الوحيد اللي اثر فيكي، جدا. الوحيد اللي عرف منا بجد، دي حقيقه. الوحيد اللي عرف يتعامل معاكي. بصي وائل من اطيب الناس اللي ممكن تشوفيها في حياتك، وابن ناس متربي، ينفع اب قوي. هو اب جدا يعني. حته ان تخلفي ويبقى اب، مش قادره اقول لك قد هو حنين جدا. ازاي فرطتي فيه؟ غباء بقى. فرطتي فيه ازاي؟ غباء نصيب. نصيب. دي حقيقة. ولو هو قدامك دلوقتي هتقولي له ايه؟ لا ما اعرفش يعني. ما اعرفش. هتقولي له ايه؟ ما اعرفش والله يعني، مش عارف. طب هو اب هايل، انت لما تبقي ام ان شاء الله وربنا يكرمك ويديكي، هتبقي ام عامله ازاي؟ لا ده انا ام فظيعه مش هايله. تحبي الاطفال؟ كتير. نفسك تبقي ام؟ نفسي. بصي انا بربي كلاب مبدئيا. اوكي. شوفي اللي بيربي حيوانات عنده عاطفه كبيره، غير طبيعي، حنان كبير، عنده يعني طاقة. انا عندي الكلب لو عي ولا كح ولا بتاع بصحي الدكتور من النوم. عندي مشاكل. ممكن ناس تقول عليا مجنونه مش طبيعيه سفيهه، زي فيها ناس لقيتها مره كانت بتقول انت سفيهه، عمالك تلبسي الكلاب بتاعتك هدوم. انا حر. انا معتبره الكلاب دي ولادي عشان انا ما عنديش ولاد. لما تبقي ام هتبقي عامله ازاي؟ فهبقى تخيلي بعمل كده مع الكلاب، تخيلي هعمل ايه مع ولادي. تعملي ايه؟ موردن يعني هتلاقي حاجات اكتر من كده بكتير طبعا. هتعملي ايه؟ لا ما اعرفش، بس كل اللي انا مريت بيه مش هخليهم يعيشوه، ده اكيد فور شور. بس انا للاسف الشديد انا متفتحه، يعني عقليتي متفتحه. بمعنى يعني مش هبقى قافله. سيبيهم براحتهم. لا مش براحتهم برضه، يعني اسيب الباب موارب. ايوه، علشان ابقى صاحبتهم. وعشان شخصيتهم تطلع قويه. بالظبط كده. عشان يطلعوا مسؤولين بالزبط. وشخصيتهم قويه زيك. بالظبط كده.